شو ردك عندما يقول الشيخ محجوب أنه ثم حديث صحيح لرسول الله منسوب إليه يقول أن الله ينزل، كلمة ينزل. جميل. أولا العقيدة لا تثبت، العقيدة في الله لا تثبت بالأحاديث الآحاد. الأحاديث الآحاد لا تثبت فيها عقيدة، خصوصا إذا اصطدمت مع ما ثبت أنه محال سواء عقلا أو نقلا. العقل يحكم أن الله لا يمكن أن يكون جسم، لا يمكن أن يكون متحيز، لا يمكن أن يكون في جهة، ولا يمكن أن يوصف بأي نحو من أنحاء صفات الأجسام. هذه عقيدتنا. أما حديث النزول، الحديث فيه تحريف بسيط. ورد في روايات أهل البيت أن الله ينزل في ليلة الجمعة أو ينزل في الثلث الأخير من الليل ملكا، وليس ينزل. سؤال: ينزل إلى أين؟ إلى السماء، سماء الدنيا؟ ألم يقل أن الله مستوى على العرش؟ هل إذا نزل بعرشه أو بدون عرشه؟ هو يكون جالس على العرش وبعد يدور. ينزل بالعرش أو بدون؟ لا، بدون. إذا خلى منه العرش فكيف يكون مستوى على العرش؟ وإذا نزل كما يقول في الثلث الأخير من الليل، رئيس الدولة لازم 24 ساعة قاعد على العرش، والقرآن قال استوى على العرش. ثم شيء مهم آخر: إذا نزل في الثلث الأخير من الليل بتوقيت أي بلد ينزل؟ سألوا هذا السؤال. قلوا لما ينزل الله في الثلث الأخير من الليل، هذا التحديد الزماني بتوقيت أي بلد؟ توقيت تونس ولا توقيت أمريكا أو توقيت أستراليا؟ جميل السؤال. طبعا. ولذلك هنا لابد أن نفهم هذه الأحاديث على بالرجوع إلى المحكمات القرآنية. مثلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. هنا إسناد المجيء لله يقال هنا مضاف محذوف، وجاء أمر ربك. لماذا؟ لأن المجيء لا ينسب لله، فالله ليست له جهة ويخلو منه مكان إلى مكان. أصلا الله عز وجل منزه عن المكان ومنزه عن الزمن ومنزه من كل لوازم وصفات المادة. ولكن السلفية وسلف السلفية اليوم وسلفهم لتأثرهم باليهود وبالنصارى أخذوا فكرة أن الرب جسم، لأنه لما تقرأ الآن في العهد القديم وفي العهد الجديد، الإله عند اليهود والمسيحيين جسم، تجسيم صريح. هذه العقيدة انتقلت من الإسرائيليات. كل هذه الأمور التي يعتقد بها، قال يتحدثنا أن لا توجد إسرائيليات، كل هذه الأمور التي قالها هي عقائد يهودية تسربت للإسلام. هو اتهمكم اتهام خطير، قال المؤسس متاعكم يهودي أصلا. يأتي بدليل على ذلك. البين على من ادعى. البين على من ادعى. نحن نقول المؤسس الأول لنا النبي صلى الله عليه وآله، فنحن شيعة لأننا اتبعنا أوامر النبي صلى الله عليه وآله باتباع علي وبأخذ ديننا من علي. أنا من الآن وهذا عهد أمام المشاهد، الاتهامات التي لم يذكر عليها دليل لا نحتاج أن نضيع فيها الوقت، نواجه الدليل بالدليل والحجة بالحجة. بالضبط. قناة تغيير مود.